بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم رجالتنا رجال ثانويه عامه منورينا. معاكم مستر خالد علي مدرس الانجليش. النهارده عندنا حاجه مهمه جدا، عندنا اسئله على السكيلز اللي هي اهم حاجه في الموضوع كله. يعني عندنا اسئله تساعدك كتير جدا وانت بتحل سكيلز، لان دي اكتر حاجه عليها درجات، كومبرينشن وترانسليشن، وعندنا كمان سكيلز بتاعه البنكتويشن والاساي والباراجراف والايميل والسي في. يعني هنحبش كده. في كمان شويه اسئله على الجرامر والفوكاب، وده هيكون من اول يونت 1 لغايه يونت 6. يلا بينا بقى. معانا كومبريهنشن. انا طبعا مش هحل لك، انا بسيبك تحل في الكومنتس بتاعتنا عشان انت تقول لنا انت شايف ايه، وبنسلكت كده ناس منكم المره اللي فاتت اللي حطوا لنا الاجابات صحيحه. منصه يلا ستيب، واحنا بعتنا لكم هدايا كويسه جدا، حصص مجانيه وجوائز كويسه مقدمها يلا ستيب، مقدمها معاكم مستر خالد علي. نشوف الكومبريهنشن كده، نقرا شويه واسيب لك انت الاجابات براحتك، انت تقول لي الاجابات صح فين. هو بيتكلم على البرودكتيفيتي، الانتاجيه، ودي تيبس يعني شويه نصائح كده فور بزنس ليدرز، شويه ناس ليدرز يعني رواد في مجال البيزنس هيدولنا شويه تيبس، شويه نصائح. The country's top business people have to make big decisions. make decision يعني يعمل قرارات. And juggle several priorities. priorities يعني أولويات، بيحط الأولويات بتاعتهم every day. وانترفيود، عملنا انترفيو كده some of them to discover what tricks، الخدع، الحاجات اللي بيعملوها they used to increase عشان يزودوا their productivity اللي هي القدرة على الإنتاج أو الإنتاجية. ده نمبر 1. هنبدأ بنمبر 1 استراتيجي. أول استراتيجية، أول أسلوب، أول طريقة حصلت that was mentioned by all of them هي was the ability، القدرة to prioritize، يعني إن هم يحطوا أولويات التاسكس اللي هي المهام بتاعتهم according to what؟ according to what's most important، يعني بيحط المهم الأول. This involves، ده بيتضمن a continuous process، عملية مستمرة of deciding what is and isn't essential. اللي essential يعني الأساسي الرئيسي وإيه اللي لأ. As you add new things to your to-do list، كل يوم بتعمل to-do list، يعني كده الحاجات المطلوبة مني النهاردة. The more you practice prioritizing tasks the easier، كل ما بيبقى أسهل it becomes، and the more efficient، كل ما تبقى أكثر كفاءة. It will make you under time consuming، في وقت كده بنستهلكه كتير. things for business leader is decision making. making decision، عمل القرارات takes a lot of mental efforts، بياخد يعني ايه mental efforts؟ يعني جهود ذهنية أو عقلية. and this can lead to decision fatigue، دي معناها الإرهاق، يعني القرارات زادت عليا قوي. which can cause burn out، طبعا هيسبب لك burn out اللي هو الإرهاق الذهني. It increases your productivity if you can save your mental energy، وفر يعني طاقتك العقلية شوية for the bigger decision، للقرارات المهمة by reducing the smaller ones، اللي التافهة يعني ابعد عنها. Many of the most productive people realize how easy it is to get distracted، يعني سهل قوي ان البني ادم يتشتت. In order to stay focused، وعشان تفضل مركز جدا they keep a distraction list، بيحطوا كده يعني قائمة بالحاجات اللي بتشتتهم. when a new thought or idea comes into their heads، أي حاجة بتيجي جديدة في دماغهم كده يعني هتشتتهم. they write it down، يكتب and continue with what they were doing، ويكملوا. when they have finished the task، لما يخلصوا they revisit the list، يروح يبص عليها تاني. revisit يعني يروح يبص عليها تاني. the final trick، آخر حاجة from our interviewees، الناس اللي بنعمل لهم الانترفيو is simply but highly effective، يعني مؤثرة جدا مع إنها بسيطة جدا. in order to raise، عشان تزود ال productivity levels بتاعتك you should exercise your mind، يعني تمرن عقلك ازاي and your body، وكمان جسدك. it has been suggested that physical activity، اعمل شوية أنشطة رياضية جسدية can improve our levels of concentration، بتزود التركيز كتير جدا and creativity، وبتزود الإبداعية جدا. so if you are trying to find a solution to something identify the problem، حدد المشكلة and then go for a walk، روح اتمشى شوية or do sport أو اعمل لك رياضة. you may discover the solution، هتلاقي الحل إن شاء الله. there are also a lot of strategies، في استراتيجيات كتيرة قوي to choose from to increase your productivity، تزود الإنتاجية بتاعتك. our advice، نصيحتنا بقى would be to experiment، جرب with different ones، يعني جرب كذا واحدة and find out، واكتشف what works best for you، اللي هيفيدك. طب دي الكومبرينشن، نشوف اسئلتها بقى، بس انا طبعا مش هجاوب، انت اللي هتجاوب. you should reduce، لازم تقلل the decision you make، ليه او ازاي. according to، تقلل according to the passage، من وجهة نظر القطعة دي there are a lot of strategies، في يعني استراتيجيات كتيرة بتعمل ايه. it's essential، اساسي جدا to prioritize، ان انت
تجيب الاولويات بتاعه المهام بتاعتك. عايز الانتونيم بتاع essential يعني اساسي رئيسي، عايز عكسها. المين ايديا اوف ذا باسج، المين ايديا بتاعت القطعه دي، دور لوحدك. The most popular strategy mentioned، اكتر استراتيجيه مشهوره فيهم يعني هي ايه؟ according to the article، من وجهه نظر القطعه دي what is meant by decision fatigue، دي اللي قلت لك الارهاق بتاع القرارات، لما القرارات بتزيد علينا يعني، يبقى انهي واحده في دول؟ if you are trying to find a solution، لو حاولت تلاقي حل to the problem، ايه اللي هيحصل؟ the underline the word this، مفيش كلمه اسمها this تحتها خط فما تبصش لان مفيش كلمه. according to the passage what makes your level of concentration better، اللي هي مستوى التركيز بتاعك بيزيد امتى؟ من وجهة نظر القطعة دي ايه اللي حصل؟ top business people juggle several priorities، بيعملوا ايه في البريوريتيز بتاعتهم؟ two big mistakes، المفروض يعني ينفذ. according to the passage a lot of productive people، الناس المنتجة بيحاولوا يعملوا ايه؟ دور لوحدك. طيب دي comprehension، دي اسئلتها وانت اللي بتجاوب بتحط لها في الكومنتس بتاعتنا. ناخد واحدة كمان. What sort of food are we likely to be eating؟ هناكل أكل عامل إزاي سنة 2030 in the year 2030؟ Most people when you ask them a question، لو سألت الناس سؤال زي ده like that either say، إما بيقولوا there won't be any left، مش هيبقى فيه أكل أصلا، or whatever it is there won't be much taste in it، مش هيبقى فيه طعم، يعني مفيش أكل أو مفيش طعم، يعني فقر خالص. Of course there are good reasons، عندهم أسبابهم for being pessimistic يعني متشائم، هم متشائمين بس عندهم أسبابهم. about the world's food supplies، في الفود سبلايز اللي هي الامدادات اللي بتجي لنا من الاكل in the future. nevertheless، ومع ذلك not all experts، مش كل الخبراء share the general despondency، مش كل الناس عندها يعني الفكره دي. for one thing although the world's population، بالرغم ان السكان is rising fast، بتزيد بسرعه، لكن الفود برودكشن كمان is keeping pace with it، بيزيد بنفس السرعه even in developing countries، حتى في الدول اللي هي الناميه زي بلدنا. is therefore argued that the main reason، السبب الرئيسي why people are hungry، سبب الجوع اللي بيحصل في العالم is not there is food shortage، مش ان في اكل، مش قله الاكل، امال ايه؟ but the methods، الطرق of cultivation، طرق الزراعه are not sufficiently advanced، مش متقدمه in some areas and the food is not fairly distributed، ما بيتوزعش بشكل عادل. distribute يعني يوزع to all those that need it. Moreover in most industrialized countries، في الدول الصناعية one important cause، واحد من الأسباب of the trouble is our conservative preference، يعني احنا مستهلكين أكتر for meat، نحب اللحمة، اديني لحمة. After all we are already in a situation where we feed animals، بنأكل حيوانات with grain، يعني حبوب او قمح او ذره مثلا to produce high quality beef، عشان تدينا لحمه حلوه. even though the grain would feed the human، مع ان احنا ممكن ناكلها البني ادمين اللي هم اصلا مش لاقيين ياكلوا. population by the time of our grandchildren have grown up، لما احفادنا بقى يكبروا it seems likely that many of these problems will have been solved، كل ده هيتحل ان شاء الله. scientists are already capable of constructing steaks، دلوقتي بيعملوا ستيكس بفتيك يعني مثلا from vegetable ingredients، من مكونات خضروات زي الصويا بينز اللي هو فول الصويا. however skeptical may be about their claim، مع ان احنا ممكن نكون شاكين شويه في الادعاء ده that they can produce the substance، ان هم ينتجوا الماده بنفس التيست and the color of the meat but by these means. The fact is that the most common complaint، الشكوى بقى الكبيرة أو الشائعة about such steak، في اللحمة دي هتبقى إيه؟ is that we will no doubt، بلا شك have discovered a way of finding artificial bones، أكيد هنلاقي عظم كمان صناعي، skin وجلد صناعي and fat يعني دهون صناعية. أول سؤال بيقول there won't be food shortage، مش هيبقى فيه نقص في الغذاء in the future لو عملنا إيه في الأكل؟ المفروض لو وزعنا كويس. The problem of food can be solved if we، امتى او ازاي نحل مشكلة الطعام لو عملنا ايه؟ we feed animals، بنأكل animals on grain to produce، ليه بنأكلها الحبوب دي؟ عشان تنتج لحوم. ده مين ايديا، عايز المين ايديا اللي هي الفكرة الرئيسية في الباسج. in this passage using vegetables، استخدام الخضروات او مكونات الخضروات is one of the methods، واحدة من الطرق to overcome the shortage of A، يعني هي هتحل لنا مشكلة نقص الايه. شوف لي اللحمة ايه في دول بقى. according to the passage، من وجهة نظر القطعة دي food production is growing، بينمو أسرع ولا أبطأ ولا زي البوبوليشن زي السكان. according to the passage our diet made، نظامنا الغذائي ممكن يحصل له إيه in the future، هيبقى the same ولا هيختلف. which sentence of the following can best summarize، أنهي جملة في دول تلخص the last paragraph اللي قالنا فيه إن إحنا هناخد فول الصويا ونعمل منه اللحوم. ماشي الكلام. بالنسبة للكومبرينشن الأولى كنت عايز أقول لكم على حاجة حد قالها لي كده بحبه يعني. قال لي ان في راجل محترم قال حاجه حلوه قوي. قال عشان تعيش مرتاح لا تشغل بالك بالامور التافهه في هذا الكون.
وبعدين قال وكل امور هذا الكون تافهه. يعني ما تشغلش بالك في حاجه خالص، عيش كده وعيش مبسوط. دي الترانسليشن. it has been proven، تم اثباتنا يعني ان المديتيشن اللي هو التامل يعني helps create a stress free work environment، بيئه خاليه من التوتر، and improves وبيحسن البرودكتيفيتي ريتس، معدلات الانتاجيه. دور لوحدك. a lot of people worked from home، في ناس بقى اشتغلت من البيت during the COVID-19 pandemic اللي هي جائحة كورونا. many employees موظفين كتير say this has increased their efficiency and saved the time and efforts. دور لوحدك. والله انا عارف، انا بفضل اعمل كده وانت تقول تفضل بتقول ايه، عامله اقامه، تبقى اقامه غلط. الكثير من الناس من المنزل من خلال كوفيد، ويقول علماء موظفين، يبقى موظفين بالصلاه على النبي. يا غلط يا عملاء غلط. اوعى تعمل الهبل ده، لازم تقعد تقرا الانجليش وتقرا العربي وتدور. ماشي، هنسيب لك الترانسليشن. انا عارف ان انت ما شاء الله، ما اعرفش انتم شغالين معاكم عفاريت ولا ايه، بس انتوا بالصلاه على النبي بتطلعوها بسم الله الرحمن الرحيم وبتطلع الاجابه صح. بعدين عندي كمان غير الترانسليشن عندي الرايتنج، لا ده لازم نقراه لكم بقى عشان ده حوار. بيقول لي which of the following sentences is correct ending to the following paragraph. يعني هديك باراجراف وعايزك تقول لي افضل خاتمه ليه ايه. بيقول we all agree that money is very important in our life. it enables us to lead a better life. حلو، يبقى هو بيساعدنا نعيش حياة كويسة. we can buy most of what we need، نشتري الحاجات اللي احنا عايزينها، and pay for all the services، وندفع حق الخدمات، we enjoy. yet money can be the root، ممكن يبقى أصل of all evil، كل الشرور in life if it is used badly. in addition، بالإضافة لذلك we can't buy all things with money، مش كل حاجة بنشتريها بالفلوس. عبد اشتريته بالمال. فور اكزامبل ماني كان نوت برينج هابينس، المال ما يجيبلكش السعاده. انا عارف ان واحد قاعد دلوقتي يقول لك بس انت هات مال ومالكش دعوه يا برنس. انا عايز اعرف بقى انهي جمله في دول تختم ده. طبعا مش هقرا لك الجمله لان لو قريتها لك انا عارف نفسي يعني قلبي ده هيوديني في داهيه ويخليني واحل لك. which of these transitions، عايزين كلمه ربط من دول بتبين الريزلت، نتيجه. هل بيرسونالي ولا وايلست ولا ديو تو ولا consequently. which of the following is punctuated correctly. طبعا لو قريتهم هحلهم لك، بس انت دور لي بقى انهي في دول punctuated correctly. بس ممكن اساعدك بحاجه. منى who was the first to offer help، البت منى اللي كانت اول واحده تساعدني. دي جمله اعتراضيه. الجمله الاعتراضيه بيتحط الكومه قبلها ولا بعدها ولا قبلها وبعدها ولا ايه، مش عارف. which sentence is punctuated correctly. what تعجب. الجمل دي كلها عايزه فول ستوب، حط لهم كلهم فول ستوب، هم كلهم ناقصين فول ستوب، بس خد بالك ان what تعجب. اللي بعدها what او how which sentence is structured correctly. عايزين جملة متركبة صح. هل اقول took time ولا taking time ولا taking time ولا been taking time. took time for self care is a priority. taking time for self care is a priority. taking time for self care is a being a priority. معفنة قوي دي. being taken time مش حاسسها برضه. طيب to sum up بيجيب لي جملة بيقول لي انا بادئ ب to sum up. to sum up هل دي تعتبر ستارت ولا كونكلوجن ولا انترودكشن ولا بادي؟ لو مش عارفها من رايي ما تروحش امتحان ثانويه عامه السنه دي. which of these transitions، انهي كلمه ربط في دول بنستخدمها عشان نبين الاديشن. اديشن يعني الاضافه. هل نقول furthermore ولا consequently ولا whilst ولا due to. whilst دي يعني بينما، ودي بتدل على التناقض، يبقى دي ما تنفعش. which is an example of cause and effect. عايز جمله فيها cause and effect يعني سبب ونتيجه، يبقى انا عايز كلمه هنا يكون معناها لذلك. هل لذلك هي that's why ولا and ولا when ولا after. a supporting details، عايز تعريف السبورتنج اللي هي الجمل الداعمه. دور لي الجمل الداعمه هل هي a series of paragraphs, a signal words, reasons, examples and other details, a way to conclude. اللي بعدها he oughtn't to have sent the email، ما كانش المفروض يبعت الايميل without من غير ما including the attachment، من غير ما يحط المرفقات. هل ده معناه ان هو sent the email and include the attachment؟ had to include the attachment to the email، didn't send the email أصلا or include the attachment، sent the email without including the attachment. أنت اللي هتقول لي الصح أو أنتي. which punctuation mark is used when something is directly. لما بقول كلام direct كلام مباشر بحط البتوع دول اسمهم ايه بقى؟ البتوع دول الكوتيشن اسمهم question، speech marks، semicolon، exclamation marks. اللي جاي دي حلوة قوي. بيقول since I was a child، من وانا عيل صغير I have always struggled with math، كنت بعاني مع الماث، يعني كان حمار في الماث زينا كلنا. which is a way
which is why ولذلك the following post البوست الجاي ده is close to my heart. يبقى هو لسه هيكتب. هل الجمله تتحط في الكونكلوجن ولا البادي ولا الانترودكشن ولا السمري؟ ولا مش عارف برضو يعني تبقى حمار. This sentence can be considered to an essay. هنا ده سؤال مش معمول له حاجه، فهنعمل كده عليه لان ده مفيش اي حاجه خالص. Which of these transition is used to show an example؟ عايز حاجه بتدي بيها example. In addition ولا whilst ولا however ولا such as. Which of the following is punctuated correctly؟ هقراها لك بصوت عالي كده. There are three main clues to the crime. ايه هما؟ The need for money, the previous quarrel with the old man, and the blood on the young man's t-shirt. دور بقى فين البنكتويشن الصح. اللي بعدها بيقول which of the following is part of an essay about the changes. عايز essay عن التغيرات you have experienced in your life اللي انت مريت بيها في حياتك. هنقول for some people changing career direction could be a risk. Lack of work experience could be a major obstacle. Personally, I have a lot of experience due to various situations. In conclusion, personal skills are highly recommended to occupy certain. بس خد بالك أنا عايزك أنت. You. Which of the following can be used in a formal email؟ عايز حاجة في الفورمال ايميل، في الايميل الرسمي. هل باي ولا dear friend ولا yours sincerely ولا love from؟ Which of the following can ننهي بيها essay about the merits يعني المزايا of changing career؟ يبقى انت هتدور لي على جمله يكون بيشكر فيها، يعني بيقول غير الوظيفه بتاعتك. Which of the following can be used in a formal email؟ by ولا dear friend ولا yours sincerely ولا love from؟ عايز تعريف الترانزيشن اللي هي ادوات الربط. هل الترانزيشن دي هي signal words, series of sentences, the sentences, reasons, example and other details. 19 عايز تعريف التوبيك sentence. هل التوبيك sentence هي reasons والexamples؟ السنتنس which is signal words with signal words a way to conclude a paragraph. The sentence that expresses the main point or idea of a paragraph. ايه في دول تعريف التوبيك sentence. عايزين الرجاله تحط لنا في الكومنتس بتاعتها وتقول لنا ايه الصح. الرجاله دي اللي هي البنات والولاد. Choose the supporting sentence for this topic. الجملة بتقول I have to look for another job. عايز بقى supporting ليه؟ يعني جملة داعمة ليه؟ يعني جملة بتشرحها. هل يقول أنا هغير الوظيفة بتاعتي because I am lucky that I still have a job؟ معرفش. The commute اللي هو الركوب المواصلات من البيت للشغل وشغل البيت is very long. As we now have another child عشان جبت عيل تاني my salary isn't enough فهغير for our family B and C. مش عارف. Read the following paragraph and then choose the topic sentence. The way a bird flies often shows what it's doing. When it's flying to warmer places for winter, it flies straight. When it is catching insects, it moves about in many directions. عايز بقى جملة من دول تكون topic لده، بشرط ما تكونش مكتوبة في ده أصلا. يعني مثلا هساعدك. The way a bird flies often. أصلا الجملة دي مكتوبة فوق يبقى ما تنفعش. طيب واحد كمان. مديني باراجراف وبيقول لي أنهي واحدة في دول تنفع topic sentence ليه. الباراجراف بيقول most people who earn the minimum salary يعني الحد الأدنى للأجور are trying to support families with it. No one working full time and earning the minimum salary makes enough money to pay for their necessities اللي هي الضروريات. If we raise the minimum salary لو رفعنا الحد الأدنى للأجور families will have more money to spend and therefore other business will make more money. For so many reasons it is the best thing to do this. يبقى لازم نعمل كده. يبقى هل الإجابة مين في دول؟ هل إن economy is especially hard for small business? It's due time حان الوقت to raise the minimum salary. We must worry about jobs. Parents in Cairo have a lot of expenses. إيه في دول صح؟ You shouldn't take نقط on those who harm you. اللي زيك ما ينفعش تعمل فيه إيه؟ عايز أقول ما ينفعش تاخد انتقامك منه. Have you not spending؟ أنا عايز حاجة نستخدمها للاقتراح. Have you thought؟ Have you decided؟ Have you agreed؟ Have you considered؟ بس خد بالك لازم يكون بيورا NG. You could not ask me كان لازم تسألني. أقول you could has ولا you could having ولا you could had ولا you could have. Be careful you must not making such mistakes. يعني لازم تتجنب الموضوع ده. When you are worried لما بتبقى قلقان about things it's best to concentrate. لازم تركز on the things اللي تقدر تعملها. We really need to increase our لازم نزود الايه بتاعتنا لو عايزين نبقى نحقق أهدافنا. نزود الايدنتيتي الهوية ولا الفاسيليتي التسهيلات ولا الايكواليتي المساواة ولا البرودكتيفيتي. I hope بي ورا ING ولا to المصدر. Let's look يبحث اسمها look on ولا into ولا to ولا back. يبحث أو يفحص. My parents not me finish. عايز أقول بيجعلوني بيخلوني أخلص الهومورك. We not our projects done.
A في دول بيورا بس participle. Can you not your screen؟ عايز اقول له يعني شاركني في الشاشة بتاعتك، اعمل ايه في الشاشة. I remember لو قلت to see يبقى انا هشوفه. seeing شفته. This man in the club a year ago من سنة عدت. If I want to catch حرف جر، عايز اقول يتماشى مع، اسمها catch on ولا catch up ولا catch with into ولا catch in with. Don't forget ما تنساش تبقى تطفي النور، لسه هيطفي، تبقى switching ولا to switch. The rain not us from، عايز اقول منعتنا من كذا، منعت let ولا لا ولا made ولا stopped. The student found the test difficult and it led to، لما لقيت الامتحان صعب حصل لي ايه؟ produce ولا raise ولا progress ولا decline. لما الامتحان جه منيل ب60 نيله وانت ما عرفتش تحل. mental exhaustion الارهاق الذهني السينونيم مرادف لايه في دول؟ ايه في دول معناه ارهاق ذهني. what do you plan؟ بلان بي وراه ان جي ولا طول مصدر. تعريف ايه اللي بيقول how good you feel لما تحس ان انت يعني حاسس بانك كويس in your body and how happy وانك سعيد. I'm going to have a new washing machine. have اسم الشيء بيجي وراها التصريف الثالث، عايز اقول ركبنا، يركب، يثبت. made ولا installed ولا installed ولا done. اعمل ايه في الكاميرا عشان اشوفك. بتكلم حد من اصحابك فيديو كول بتقول له افتح الكاميرا يا حيوان. when my father reached the age of 60 عايز اقول هيتقاعد، هيطلع معاش، كوب ولا immerse ولا decline ولا retire. after 3 weeks بعد 3 اسابيع من الالنس my aunt's health condition improved، بدأت تتحسن بشكل مدهش. ايه في دول بشكل مدهش؟ employees working for long hours with no breaks بيجي لهم اعراض الايه؟ عايز اقول ارهاق ذهني. the challenges التحديات اللي البيرنتس بيواجهوها were a source of A for their stories she wrote. الايه؟ the town council المستشار بتاع المدينة، عايز اقول مسؤول عن، اسمها response ولا in charge ولا responsibility ولا on charge. we cannot ignore that having 10 cakes، واحد عمل 10 قطع كيك ومحدش جه كلهم، يبقى اللي عمله ده كان useful ولا pointless، life changing ولا inactive. we need to have a not sense. sense ده noun، وانا قبل النون بجيب adjective، دور على adjective. the article يوضح، ايه دول يوضح؟ سي ولا inform ولا told ولا stated. don't worry المشكلة will، المشكلة دي اسم شيء يبقى ياخد yourself ولا myself ولا itself ولا themselves، دي مشكلة واحدة. how بيجي ورا صفة، دور لي على صفة. don't worry about the travel arrangements they are being take care مش فاكر. I spend بيجي وراها ing ولا طول مصدر ولا طول مصدر ولا on و ing، شوف لي ايه في دول، هي بيجي وراها حاجتين. my grandmother suffered from mental not problem عايز اقول مشكلة صحية. you need to do exercise not regular basis. of ولا in ولا on ولا in ولا for ولا ايه. it's unhealthy to stay not late، تسهر، اسمها stay up stay off ولا stay down. بص الجملة الحلوة دي بتقول not is intellectual as cold to tell off. cold و tell off دول بيساووا بعض، يبقى هو بيقول لي انا عايز كلمة بتساوي intellectual bodily ولا physically ولا mentally ولا praise. it's up to you. لو عايز تيجي معانا تعالى. not it's up to you not with us or you could stay here. اخر الجملة في full stop. مش عارف، هنا في كود يبقى انا عايزين كودية زيها. you seem stressed and worried not going، عايزين حاجة بيقول وراها NG بس question mark. دور لوحدك. why don't، شوف لي why don't كان بيجي وراها ING ولا ask ولا we ask ولا to ask. why not أساعدك بيجي وراها infinitive. why not infinitive. that change is clear enough for everybody to يستوعب، if دول معناه يستوعب بس ولا take ولا perceive ولا accept. I hope you'll be able to يعوض الوقت اللي فات، اسمها make up for make time make took. عايز اقول لي خصص وقت العمل الهوبز. I haven't adapted بتاعت حرف الجر مش فاكر. someone who is appreciative لما يكون واحد يعني بيقدر التانيين، يبقى ده راجل grateful ولا ungrateful ولا thankful ولا ANC. شكسبير مؤثر، شخصية مؤثرة. indifference and carelessness عدم الاختلاف والإهمال، هم ايه للفشل؟ causes أسباب ولا reason تفسير ولا results ولا finding نتائج. ما يديلي عايز اقول بقى اللي انا بعمله كل يوم اسمه ايه؟ ريتيب ولا روتين ولا ديسيبلين ولا سيستم. scientists have discussed the impacts يعني التأثيرات on the social economic الأنشطة، اسمها ايه؟ here is his hand علامة على، عايز إشارة أو علامة. not yourself احترم نفسك يا أمير، احترم نفسك. as I had not all along زي ما أنا كنت مشاكك بالظبط.
he was not a real businessman ما طلعش business man. pretend, invent, respect, suspect حاجة في دول يشك. my cousin will have a lot of property هيبقى عنده ممتلكات كتير in the future. عايز similar meaning، عايز معنى تاني ل property. she could hardly could دي مثبتة بس hardly بتدي معنى النفي. عايز اعمل question tag، شوف لي اعمل ايه. طيب الجملة دي بتقول he's really beating himself up over failing the exam. الواد سقط في الامتحان وعمال يدي لنفسه ب 100 صرمة. beating himself up يعني بيدي لنفسه 100 صرمة. ايه في دول بقى معناه ان هو بيدي لنفسه 100 صرمة، يعني بيدي لنفسه بالجزمة. الصرمة لغة هي الجزمة، ومعنى هي اللي انت بتضرب فيها بيها في البيت لما بتعمل حاجة غلط. before the final match قبل الماتش الاخير the tennis player كان عنده bad cold، كان عنده برد. يبقى هو كان عنده برد الاول first action. the director will be happier هيبقى سعيد لما نخلص المشروع. لما which sentence is structured correctly when لو جه وراه ماضي بسيط يبقى الفيرب التاني هيجي ماضي تام، ولو جه وراه مضارع يبقى الفيرب التاني يجي مستقبل، او هيجي هنا في كوما يبقى عايزين انفينيتيف، كلهم انفينيتيف يبقى انا بدور عليها دور لوحدك. which sentence is structured correctly. خد بالك الجمله دي لازم تختار مضارع يا عم، بس قول لي بقى انت overwhelmed ولا overwhelming؟ انت اللي يعني تزيد المشاكل وانت اللي تزيد عليك المشاكل. which sentence structured correctly تاني 59 last night يبقى انا بدور على حاجه ماضي، دور لوحدك بقى. nothing can not for the loss of one's health. لو صحتك راحت مفيش حاجه هتعوضك. يعوض مش يعور. he not with a friend while he was in Paris. كان قاعد في باريس وكان مع صاحبه. ماضي بسيط while قبلها ايه، وخد بالك ان الاتنين بيحصلوا في نفس الوقت يبقى لازم يجوا في نفس الزمن. The act was adopted by an overwhelming، اللي عايز اقول ان اللي عمل كده الاغلبيه من الناس. ده نقط the question are the less like. قاعدة كلما ذا يبقى عايزين حاجه فيها اي ار او مور او لس، وهنا ذا يبقى عايزين حاجه فيها اي ار او مور او لس. طب انا مش كل ما السؤال يبقى ايه كل ما انا مش هعرف احل. we need to try alternative يعني بديل. عايزين نختار ايه بديلة للمشكلة دي، يعني نفكر في طرق، في اساليب، في اتجاهات. I won't leave until أداة ربط قبلها مستقبل، شوف لي وراها ايه. we have high not for the future. عندنا الواد بيب كان عنده آمال عظيمة اللي هي توقعات، اللي هي الآمال اسمها ايه. his disappearance اختفاء is being looked يفحص. البوليس بيفتش في الموضوع. look مش عارف، بس خد بالك هي مش لوك فور، يعني لوك فور يعني يبحث عن حاجه، انا عايز اقول يفتش في الحوار. I used to enjoy hiking but I had to عايز اقول يقلع عن. ايه فضول يقلع عن. I was made دي مش made دي was made بس بيجي وراها infinitive. was made بقى كان بيجي وراها ايه. please not attention ده expression اعطيني انتباهك اسمها ايه. خالد confirmed خالد بيأكد ان الفلوس سرقت ولا اتسرقت يبقى انا عايز حاجه passive. in a not society في المجتمع المتعدد الثقافات مش فاكر. he was acquitted دي يا عم يعني اطلقوا سراحه. عايزين بقى الانتونيم العكس بتاعها. they have just left and their home. طب هم لسه ماشيين وبيتهم بعيد يبقى اكيد وصلوا ولا اكيد ما وصلوش ولا ايه الموضوع. ده نوع takes business risks. مين في دول بيعمل بيزنس؟ الفيل، الستيرد، الانتربرينورز، البروسيجر. I fix extravagant دي يعني مسرف او مبذر. عايزين كلمه replace it يعني كلمه تدي نفس معناها. neither of يجي وراها مفرد. صلحت لك حاجه بس خد بالك في 2 مفرد، شوف لي انهي بقى فيهم يعني اللي تنفع. industry in Britain نقط decline عايز اقول تكون فيه مش ذهب وعاد وذهب ولا عمل، تكون فيه. اللي بعدها في بتاع هنا كده no sooner I had typed the report when I emailed the manager. دي كده ملهاش اي لازمه. The government has designed a new system to يتماشى مع. My uncle نقط سيلز مانجر. عمي كان سيلز مانجر لمده 20 سنه، لكن دلوقتي هو عامل بيزنس بتاعه. هو كان سيلز مانجر وخلاص ساب الحوار، يعني حاجه بدات في الماضي وخلصت في الماضي وملهاش دلوقتي اي لازمه. Do you think هل تعتقد ان the uncomfortable hard miserable life الحياه البائسه بتاع بيب as a child would have an impact هتأثر على his character؟ ليه وليه لا؟ لو اوكي قول لي وليه، لو قول لي لا قول لي ليه برضه. بيبس meeting with the convict لما قابل الكونفيكت كانت مجرد صدفة. Do you think it was a good or bad؟ قول لي برضه ليه، حلو ولا وحش. were you to be بيب لو انت مكان ويب بيب كنت would you help the convict؟ وبرضه قول لي ليه، ولا كنت تعمل حاجة تانية. justify your answer يعني برر إجابتك.
to make still love or respect him عشان يخلي البنت تحبه وتدوب في دباجيبه. بيب thought only about education فكر في التعليم بس. هل انت موافق على الكلام ده ولا هو حمار؟ بيبس فيرست امبريشن اول انطباع عن ميس هافشام هاوس made him confused خلاه يعني متحير about the woman and his future with her. Do you think so؟ هل تعتقد كده؟ explain برضو قول لي ليه. هنا بيقول لي ان my friend is very stressed out الواد صاحبي مرهق about the exam and is having trouble relaxing مش عارف يعني يريح شويه or worried وانت قلقان عليه about his mental health. ابعت له ادفايس بقى قول له يعمل ايه. قول له بقى ان انت تنظم وقتك وتعمل بلان لنفسك وتاخد بريك وتتجنب البيرن اوت. عايزين نكتب عن اللوكال برودكتس ان احنا نشتري اللوكال برودكتس بتاعتنا وان دي ايه ارخص وان دي افضل وده بيسوي يعني بيجيب لنا اقتصاد افضل وبيخلي بلدنا افضل وربنا يحفظ بلدنا وكل بلاد المسلمين وكل بلاد الناس كلها في كل بلاد الارض يعني مسلمين ومسيحيين ويهود وكلنا نبقى في سلام ما دام مفيش حد فينا بيأذي التاني نعيش كلنا في سلام يا رب ويبقى العالم كله في سلام وامان. الناس اللي بتقول انا بعد المذاكره دي كلها ممكن ما اجيبش درجه كويسه كان في واحد زمان كان في عمله كده زمان ساعات ناس دلوقتي تقول لك انا مش لاقي اللضه دي كانت حاجه كده زمان بيدوها للناس لو واحد فقير او مش معاه حاجه فكان بيروح حاجه اسمها بيت المال يدوله حاجه عمله مكتوب عليها الله الضامن بيكتب له كده الله الضامن وكان بيروح ليها لاي تاجر اي تاجر يقول له خد العمله دي وياخد منه اللي هو عايزه والتاجر بياخد العمله دي يروح بيها بيت المال يقول لهم انا الراجل ده خد مني مثلا بضاعه ب 100 درهم او 100 حاجه ادهم له بيديهم له. اللي واخد العمله واثق ان التاجر هيديله والتاجر واثق ان فلوسه هتجيله لان مكتوب الله الضامن. المصريين بعد كده قعدوا يحوروا في الكلمه خلوها اللضه دي اللي هي العمله اللي مكتوب عليها الله الضامن. الله الضامن دي بقى بيقول لك ان ربنا ضامن لك كل حاجه. طبعا انت واثق ان انت بتعمل اللي عليك وربنا شايف ان انت بتعمل عليك فانا بقول لك الله الضامن. انت لما بتركب اوبر مع حد مع سواق اوبر عمرك ما بتقول له اعمل ايه وامشي ازاي وده انت راجل ده انت واثق في الجي بي اس اكتر من نفسك مع ان الجي بي اس ده بيتوه نص مصر والراجل بتاع اوبر اللي انت راكب معاه هو نفسه ماشي انت راكب ومطمن قوي ممكن يكون هو اصلا لسه بيتعلم وياخدك يقلبك هو انت تتكل على الله. فلو انت شايف ان هو سايق بيك وانت واثق قوي انت بتبقى قاعد مثلا في اوبر او انت قاعده في اوبر ماسكه موبايلك بتلعبي بيه عشان عارفه ان الراجل عارف طريقه فانا بقول لك بقى اللي سايق الكون كله ماشي بينا في الكون كله هو الضامن الله وانا بقول لك ان هو مش هيضيعك عمره ما يضيعنا وعمره ما يضيع تعبنا وعمره ما يضيع تعبك ولا تعب اهلك ولا تعب باباك ومامتك ولا تعب باباك ومامتك ولا تعب الناس دي ولا تعب مدرسينك اللي تعبوا معاك لان ربنا يعلم ان يعني انا خالد على قد ما قدرت عملت اللي عليا يعني وبعمل اللي عليا وان شاء الله ربنا يكرمكم كل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على خير.